السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات حلينا شوية أسئلة على الفصل الأول والتاني لمادة التدريب الرياضي واحد. والنهاردة إن شاء الله هنستكمل حل أسئلة على الفصل الثالث واللي بيتكلم عن حمل التدريب. وإن شاء الله النهاردة الأسئلة هتكون شاملة على حمل التدريب أو مكونات حمل التدريب من شدة وحجم وراحة، وضبط الحمل والتحكم فيه. وطبعا الفصل الثالث مكرر علينا بالكامل، فنتمنى ان الناس كلها تستفيد وتكون موفقة ان شاء الله. ويلا بينا نشوف الأسئلة. السؤال الأول بيقول: الجهد أو العبء البدني الواقع على أعضاء الجسم وأجهزته كرد فعل للأداء البدني المنفذ، الإحماء ولا شدة التدريب ولا حجم التدريب ولا حمل التدريب؟ طبعا الإجابة هتكون حمل التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك: يتفاعل الجهاز العضلي فقط مع التأثيرات الواقعة على جسم اللاعب. هل الجهاز العضلي فقط هو اللي بيتفاعل مع التأثيرات أو تأثير التدريب؟ طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة، لأن جميع أجهزة الجسم بتتأثر وبتتفاعل مع التدريب أو العبء البدني اللي بيقع على جسم اللاعب. السؤال اللي بعده بيقول لك: حمل التدريب يمكن تقسيمه إلى فعل ونتيجة. طبعا هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك: تعتبر المقاومة التي يلقاها اللاعب أثناء الأداء حجم ولا شدة ولا كثافة ولا كل ما سبق؟ المقاومة اللي بيلقاها اللاعب أثناء الأداء، طبعا احنا قلنا إن شدة الحمل بيندرج تحتها اللي هي بنقول إن درجة صعوبة التمرين بتمثل الشدة، والمقاومة بتمثل الشدة. فطبعا المقاومة بتعتبر من مكونات الشدة، فطبعا الإجابة هتكون هي الشدة. السؤال اللي بعده يقول لك: يتمثل حجم التدريب في سرعة أداء المهارة. السرعة، حجم التدريب بيتمثل في السرعة. طبعا هتكون إجابة خاطئة. السرعة بتمثل شدة التدريب وليس حجم التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك: المسافة التي يقطعها اللاعب أثناء قذف الرمح تعتبر شدة ولا حجم ولا كثافة ولا حمل داخلي؟ الإجابة هي شدة. هتعتبر شدة. المسافة اللي بيقطعها اللاعب أثناء قذف الرمح تعتبر شدة. السؤال اللي بعده بيقول لك: أثناء أداء تمرين الانبطاح المايل ثني الذراعين تتمثل شدة التمرين في تكرار التمرين ولا وزن الجسم ولا عدد المجموعات ولا كل ما سبق؟ تمرين الانبطاح المايل أو زي ما بنقول تمرين الضغط، الشدة في التمرين ده بتتمثل في إيه؟ يعني أنا عايز أعرف التمرين ده مثلا، لو هنقول عايز أعرف مكونات الحمل بتاعه، فهسأل على إيه؟ أو المفروض إن أنا أكون عارف إيه في التمرين ده؟ طبعا أول حاجة الشدة بتتمثل في المقدار المقاومة، تمام، أو درجة صعوبة التمرين. طيب المقاومة هنا فين في التمرين ده؟ المقاومة هنا بتعتبر هي وزن الجسم، لأن وزن الجسم ده بيشكل مقاومة، تمام. فكل ما بتزيد المقاومة كل ما بتزيد شدة التمرين. فهنا هتكون وزن الجسم هو اللي بيمثل شدة تمرين الانبطاح المائل ثاني الذراعين. أما بالنسبة للمجموعات، لعدد المجموعات والتكرارات، فدي بتمثل حجم التدريب أو حجم التمرين ده. يعني مثلا أنا هعمل تمرين الضغط 10 عدات في 3 مجموعات،
يبقى دول ايه؟ حجم. انما لو انا مثلا حطيت وزن على ظهري وانا بعمل التمرين، فالوزن ده بيمثل الشدة، لان انا حطيت مقاومة وزودت صعوبة التمرين، فبالتالي زادت شدة التمرين. السؤال اللي بعده بيقول لك كلما زادت المقاومة كلما قلت شدة التدريب. طبعا احنا لسه قايلين ان كل ما بتزيد المقاومة بتزيد شدة التدريب، والمقاومة من ايه؟ من المدرجات بتاعة شدة التدريب، فطبعا هتكون الإجابة هنا خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن تحديد شدة الحمل من خلال معدل ضربات القلب. طبعا بكل تأكيد هتكون الإجابة إجابة صحيحة، آم، لأن أنا ممكن أحدد شدة الحمل من خلال معدل ضربات القلب. السؤال اللي بعده بيقول لك يتمثل حجم التدريب في عدد مرات أداء التمرين. طبعا هتكون إجابة صحيحة، عدد المرات اللي بأدي فيها التمرين بيمثل حجم التدريب. السؤال اللي بعده بيقول لك يعتبر إجمالي زمن التمرين شدة ولا حجم ولا كثافة ولا ليس مما سبق؟ إجمالي زمن التمرين كله على بعضه كده، يعني مثلا أنا هعمل التمرين، لو أنا الوحدة التدريبية اللي أنا عاملها النهاردة دي هيكون إجمالي الزمن بتاعها ساعة. الساعة دي على بعضها بتمثل إيه؟ شدة ولا حجم ولا كثافة؟ طبعا هتكون حجم. إجمالي زمن التمرين بيعتبر حجم. السؤال اللي بعده بيقول لك الجري لمسافة 400 متر يعبر عن هذا التمرين بأنه يمثل نقط التدريب. بيمثل الشدة ولا الحجم ولا الكثافة ولا التكيف؟ الجري لمسافة 400 متر، 400 متر على بعض كده، شدة ولا حجم ولا كثافة؟ طبعا هتكون الإجابة حجم، لأن 400 متر على بعض حجم، إنما لو قسمتهم بقى وحددتهم كده بقى أنا دخلت الشدة. السؤال اللي بعده بيقول لك يعبر عن المسافة التي قطعت فيها 800 متر جري بحجم التمرين. طبعا هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن إعطاء جميع اللاعبين الراحة الإيجابية أيا كان مستواهم التدريبي. هل أنا ممكن أدي راحة إيجابية لكل اللاعبين أيا كان مستوى اللاعب؟ طبعا هتكون إجابة خاطئة. الراحة الإيجابية ليها فوائد، طبعا ليها مميزات، ولكن إذا كان اللاعب اللي قدامي يتحمل إن أنا أديله راحة إيجابية. يعني ما ينفعش أجيب لاعب مبتدئ أو لاعب لسه بدأ إن هو يتمرن وأديله راحة إيجابية، لأن كده بجهده او بدخله في مرحلة التدريب الزايد او الاوفر تريننج، فطبعا هنا هتكون الاجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك تحافظ الراحة الإيجابية على سرعة سريان الدم. الراحة الإيجابية بتحافظ على سرعة سريان الدم، طبعا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك من طرق الراحة الإيجابية استخدام تمرينات العضلات المقابلة للعضلات الأساسية. طبعا إجابة صحيحة. أنا لما باجي أعمل راحة إيجابية ممكن إن أنا أمرن العضلات المقابلة للعضلات الأساسية اللي كانت شغالة. يعني مثلا لو أنا كنت بجري للأمام، فأنا ممكن أثناء فترة الراحة الإيجابية أجري بظهري، أجري للخلف، فهنا أنا بمرن أو بستهدف عضلات غير العضلات الأساسية أو العضلات المقابلة للعضلة الأساسية اللي أنا كنت بمرنها. السؤال اللي بعده بيقول لك تعمل هذه الدرجة من الحمل على الارتقاء بمستوى اللاعب. الحمل المتوسط ولا الحمل الأقصى ولا الحمل الخفيف ولا كل ما سبق؟ طبعا الإجابة هتكون الحمل الأقصى، لأن الحمل الأقصى
هو اللي بيرتقي بمستوى اللاعب، لأنه بيوصل لأقصى أداء ممكن إن اللاعب يعمله. فبالتالي لما بشتغل كذا مرة بالحمل الأقصى، المستوى ده هو اللي بيطور مستوى اللاعب. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك تتراوح درجات الحمل الأقصى ما بين 60 ل70%، ولا 80 ل90، ولا 90 ل100، ولا 100 ل120؟ الحمل الأقصى، طالما قال لك حمل أقصى يبقى على طول من 90 ل100%. من 90 ل100%. طبعا بيقول لك هنا من 100 ل120، مفيش حاجة اسمها 120 أصلا. هي أقصى حاجة ال100%. طالما حمل أقصى يبقى من 90 ل100%. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن تكرار الحمل الأقصى من مرة ل10 مرات، من 1 ل10 مرات، وقد يزيد قليلا في بعض المرات. هل أنا ممكن أكرر الحمل الأقصى من مرة ل10 مرات وممكن يزيد قليلا في بعض المرات؟ طبعا هتكون الإجابة إجابة خاطئة. المفروض إن الحمل الأقصى بيتكرر من مرة ل5 مرات فقط. السؤال اللي بعده بيقول لك يحتاج اللاعب فترة راحة من الحمل الأقصى تتراوح ما بين 1 إلى 5 دقائق كمعدل. فترة الراحة للحمل الأقصى تتراوح ما بين دقيقة ل5 دقايق كمعدل. طبعا إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يفضل استخدام الحمل الأقصى قبل المنافسة بيوم. هل أنا ينفع أستخدم الحمل الأقصى قبل المنافسة بيوم؟ طبعا إجابة خاطئة. لأن أنا لو عملت كده هجهد اللاعب ومش هيقدر إن هو يأدي بشكل كويس في المنافسة. فيفضل استبعاد الحمل الأقصى قبل المنافسة بيوم. السؤال اللي بعده بيقول لك ينصح باستخدام الحمل الأقصى بعد المنافسة مباشرة في اليوم التالي. برضه ما ينفعش ان انا ادي للاعب حمل اقصى بعد المنافسة مباشرة او بعدها في اليوم التاني، لان كده بعرضه برضه للاجهاد او التدريب الزايد. فممكن يدخل في اصابة او يدخل في مرحلة من مراحل الماسل فاتيج او التعب العضلي. فما ينفعش ان انا اديله تدريب اقصى بعد المنافسة بيوم مباشرة. السؤال اللي بعده بيقول لك تعتبر الفترة الانتقالية من الموسم هي الأنسب لاستخدام الحمل الأقصى. الفترة الانتقالية هي أنسب فترة أستخدم فيها الحمل الأقصى. طبعا هتكون إجابة خاطئة. يعمل الحمل الأقل من الأقصى على تنمية وتحسين عمل الأجهزة الوظيفية بالجسم. الحمل الأقصى بيعمل على تنمية عمل الأجهزة الوظيفية بالجسم. طبعا إجابة صحيحة. الحمل الأقصى زي ما قلنا إن هو بيطور من مستوى أداء اللاعب، وكذلك من مستوى الأجهزة الوظيفية في الجسم، زي عضلة القلب مثلا. بيحسن طبعا من كفاءة عمل الجهاز القلبي والجهاز العضلي والجهاز العصبي. فطبعا الحمل الأقل من الأقصى ليه فوائد كتير. السؤال اللي بعده بيقول لك تتراوح درجة الحمل الأقل من الأقصى، خد بالك الأقل من الأقصى، ما بين 75 ل90% من أقصى ما يتحمله اللاعب. احنا قلنا إن الحمل الأقصى من 90 ل100%. الحمل الأقل من الأقصى بقى من 75 ل90%. طبعا إجابة صحيحة، من 75 ل90%. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن تكرار الحمل الأقل من الأقصى من 6 ل10 مرات.
هل أنا ممكن أكرر الحمل الأقل من الأقصى من 6 ل10 مرات؟ طبعا إجابة صحيحة. زي ما قلنا إن الحمل الأقصى ممكن أكرره من مرة ل5 مرات. الحمل الأقل من الأقصى هيكون من 6 مرات ل10 مرات. السؤال اللي بعده بيقول لك الفترة اللازمة لاستعادة الشفاء من الحمل الأقل من الأقصى من 1 ل4 دقايق. من 1 ل4 دقايق في الحمل الأقل من الأقصى. طبعا هتكون إجابة صحيحة. الحمل الأقل يعني في الأول قلنا إن الحمل الأقصى بيحتاج 5 دقايق كمعدل. الحمل الأقل من الأقصى بقى هيكون أقل منه شوية. تمام، فهنا بنقول من 1 ل4 دقايق. طبعا هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك يستخدم بمدى واسع في الفترة الانتقالية من الموسم. الحمل الأقصى ولا الحمل المتوسط ولا الحمل الأقل من الأقصى ولا كل ما سبق؟ ايه الحمل اللي بيستخدم كتير وبيتكرر كتير او بمدى واسع في الفترة الانتقالية اللي هي بنسميها او الاكتيف ريكفري، فترة الراحة الإيجابية اللي هي بتكون ما بين الموسم والموسم؟ طبعا هتكون الحمل المتوسط. بيفضل استخدام الحمل المتوسط وبيستخدم بمدى واسع في الفترة الانتقالية. السؤال اللي بعده بيقول لك يستخدم الحمل الأقصى بمدى واسع في تعليم المهارات الحركية وخطط اللعب. الحمل الأقصى بيستخدم في مدى واسع في تعليم المهارات الحركية وخطط اللعب. طبعا يعني انا ما هو بيقول لك تعليم المهارات الحركيه. هل هنا انا وانا بعلم اللاعب هعلمه بالاداء الاقصى، ولا ببدا ان انا اتدرج معاه واحده واحده لحد ما يتقن المهارات الحركيه او المهاره اللي انا بعلمها له؟ فطبعا هنا بيقول لك الحمل الاقصى هتكون اجابه خاطئه. الحمل المتوسط وليس الحمل الاقصى. يفضل استخدام الحمل المتوسط. السؤال اللي بعده بيقول لك تتراوح درجة الحمل المتوسط من 50 إلى 75% من أقصى ما يتحمله اللاعب. الحمل المتوسط من 50 ل75. طبعا إجابة صحيحة. يعني لو خدناها بالتدريج كده من أول الحمل الأقصى وإحنا نازلين هتبص تلاقي إن إحنا بنقل حوالي 10% في كل مستوى. السؤال اللي بعده بيقول لك تتراوح عدد مرات تكرار الحمل المتوسط من 11 إلى 20 مرة. من 11 ل20 مرة تكرار الحمل المتوسط. طبعا تكون إجابة صحيحة. بيقول لك تتراوح الفترة اللازمة لاستعادة الشفاء من الحمل المتوسط من دقيقة ل6 دقايق ولا من دقيقة لدقيقتين ولا من 1 ل5 ولا من 1 ل4؟ طبعا طالما حمل متوسط فبيحتاج فترة راحة قليلة، فتكون من دقيقة لدقيقتين. السؤال اللي بعده بيقول لك ينصح باستخدام الحمل المتوسط بكثرة بهدف رفع المستوى البدني. الحمل المتوسط يفضل استخدامه كتير بهدف ان انا ارفع المستوى البدني للاعب؟ طبعا لا، لان الحمل المتوسط مش بيهدف لرفع المستوى البدني. فطبعا هتكون اجابة خاطئة. السؤال اللي بعده يقول لك يستخدم في تمرينات الإحماء والتهدئة خلال وحدة التدريب اليومية. الحمل الأقصى ولا الحمل الخفيف ولا الحمل المتوسط ولا الحمل الأقل من الأقصى؟ أنه درجة من درجات الحمل اللي بتستخدم في تمرينات الإحماء والتهدئة خلال وحدات التدريب اليومية؟ طبعا الحمل الخفيف. الحمل الخفيف بنستخدمه تقريبا في كل يعني في كل التمرينات بتاعتنا، وخاصة تمرينات الإحماء والتهدئة. السؤال اللي بعده
بيقول لك يستخدم الحمل الأقل من الأقصى بغرض إضفاء روح المرح والسرور خلال الوحدة التدريبية. الحمل الأقصى يعني احنا لو ركزنا شوية في السؤال هنعرف ان يعني ممكن نطلع الإجابة من السؤال. ولذلك هنا بتيجي أهمية ان انا اقرا السؤال مرة واتنين وتلاتة، لان بيطلع لك فكرة او بيطلع لك الإجابة، بتقدر ان انت تستنتجها من السؤال لما تعيده كذا مرة. فهنا بيقول لك بغرض إطفاء روح المرح والسرور خلال الوحدة التدريبية وحمل أقصى. لا طبعا، ده الواحد أثناء الحمل الأقصى بيبقى جايب آخره، يبقى فين المرح والسرور هنا بقى؟ فطبعا هتكون إجابة خاطئة. الحمل الخفيف، الحمل الخفيف هو اللي بيستخدم بغرض إطفاء المرح والسرور، لأن مش ببذل فيه مجهود عالي، بيكون مجهود يعني هو اسمه مجهود خفيف، وانت فعلا بتعمل بيكون مجهود خفيف. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن تكرار الحمل الأقل من المتوسط من 16 ل 30 مرة. الحمل الأقل من المتوسط من 16 ل 30 مرة. طبعا إجابة صحيحة، ممكن نكرره كتير، لأنه مش بيشكل عبء أو ضغط كبير على اللاعب، فممكن تكرره كتير أو بيبقى حجمه أكبر من الأحمال الأعلى. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن يستخدم الحمل الأقل من المتوسط بشكل رئيسي في تنمية الصفات البدنية مثل السرعة. الحمل الأقل من المتوسط بيستخدم في تنمية الصفات البدنية زي السرعة؟ طبعا إجابة خاطئة. السرعة بتحتاج لحمل أقصى وأقل من الأقصى علشان أنميه، لكن الحمل المتوسط مش بينمي السرعة. ان انت تخيل كده ان انت بتجري بسرعة، يعني بتجري بسرعة خفيفة او بتجري مثلا يعني هرولة كده، او بتجري جري خفيف، فهنا انت هتنمي السرعة فين؟ فانت محتاج تجري بأقصى حاجة عندك علشان تنمي السرعة بتاعتك، فطبعا هتكون الإجابة إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن التغيير في حجم الحمل عن طريق التغيير في درجات المقاومة. ممكن ان انا اغير في حجم الحمل عن طريق التغيير في درجات المقاومة. طب هو المقاومة دي تبع ايه اصلا؟ تبع الشدة ولا الحجم ولا الراحة؟ المقاومة طبعا تبع الشدة. فأنا لو غيرت في المقاومة يبقى أنا بغير في الشدة، يبقى أنا غيرت في حجم في شدة التدريب وليس في حجم التدريب. فهو هنا بيقول لك حجم الحمل. لا، ده مش حجم المقاومة، مش حجم المقاومة، شدة. فطبعا هتكون الإجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك يمكن ضبط الحمل والتحكم فيه من خلال التغيير في الموانع والأدوات. لو غيرت في الموانع والأدوات اللي أنا بستخدمها، زي مثلا أنا بعمل تدريبات لتنمية، يعني مثلا أنا بجري في التراك كنت بجري مثلا حوالين التراك كده بشكل عادي، وبعد كده بدأت أصعب التمرين شوية، حطيت حواجز هعدي من عليها، فأنا كده صعبت درجة التمرين. أو إن أنا أحط كونزات وأجري من ما بينها مثلا، فأنا بزود صعوبة التمرين، فبالتالي ممكن من خلال الموانع والأدوات اللي أنا بستخدمها دي أعلي الحمل أو أقلله، او اتحكم فيه، يعني بشكل عام اتحكم في الحمل بشكل كويس. فطبعا هتكون الاجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لك من طرق ضبط حجم التمرين التغيير في عدد المجموعات ودرجة المقاومة. ان انا اغير في حجم التمرين من خلال عدد المجموعات ودرجة المقاومة. طب ازاي؟ طب عدد المجموعات ماشي، انما درجة المقاومة احنا قلنا ان المقاومة بتندرج تحت ايه؟ تحت مفهوم الشدة، لأنها كل ما زودت الشدة كل ما زودت المقاومة زادت الشدة. عدد المجموعات ماشي، المجموعات والتكرارات تبع حجم التدريب، لكن المقاومة لا. فطبعا هتكون إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك بالنسبة للناشئين ينصح بزيادة الشدة
قبل البدء بزيادة الحجم والكثافة. بالنسبة للناشئين ينفع إن أنا أزود لهم الشدة، أو أعلي الشدة الأول وبعد كده الحجم والكثافة؟ طبعا ما ينفعش. لازم الناشئين بيفضل استخدام أو زيادة الحجم أولا قبل زيادة الشدة، فطبعا هتكون إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لك الطريقة التموجية في تشكيل درجة الحمل الأسبوعية لا تسهم في إكساب اللاعب القدرة على التكيف. الطريقة التموجية اللي لو استخدمتها في تشكيل درجة الحمل الأسبوعية مش هتساعد اللاعب إن هو يحصل له تكيف، طبعا إجابة خاطئة. بتسهم طبعا في إكساب اللاعب القدرة على التكيف، وهنا هنشيل كلمة لا. السؤال اللي بعده بيقول لك يجب على المدرب الالتزام بطريقة ثابتة في تشكيل دورة الحمل الأسبوعية. طبعا الإجابة هتكون إجابة خاطئة. ما ينفعش إن أنا أثبت على طريقة واحدة، لازم أستخدم طريقة أو الطريقة التموجية في تشكيل دورة الحمل الأسبوعية. وكده نكون خلصنا الفصل الثالث اللي بيتكلم عن حمل التدريب. ان شاء الله هننزل على طول الفصل الرابع. نتمنى ان الناس تكون استفيدت، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. واستنوا ان شاء الله حل اسئلة الفصل الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.